ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو. اول حاجة كده معايا الفراخ بتاعتي. طبعا انا متبلاها. اتبلها ازاي؟ طماطم وفلفل وبصل وسنة توم صغيرة، يعني واحدة توم كده. وطبعا بهارات فراخ، وبحط عليها ممكن مكعب من المرقة وحبة كده من الكزبرة والكمون والفلفل الأسود، يعني البهارات المشكلة بتاعتنا بتاعة البيت، والسبع بهارات والبهارات العادية جدا. حطيتهم كده كلهم. أنا هعملها بطريقة جديدة حلوة جدا. يعني تعتبر مشوية مسلوقة بس بتتبيلة الفراخ المشوية. جربوها بجد تحفة جدا جدا، هتعجبكم وخفيفة قوي قوي هي والخضار اللي تحتها. كملوا معايا للفيديو للآخر وتعالوا شوفوا. أنا هعمل تحتها طبقة كده من الخضار المشكل. حلوة جدا بجد. قطعت أول حاجة كده معايا بصل، قطعته كده. يعني قطعيه التقطيعة اللي تعجبك براحتك. انا قطعته كده جوليان. وكمان هقطع كده برضو البطاطس بتاعتي، بس الاول يعني قشرتها معاكم. وقطعيها التقطيعة اللي تعجبك، عايزة تقطعيها دواير قطعيها، تقطعيها مكعبات قطعيها، تقطعيها حلقات قطعيها براحتك، يعني زي ما انت. بس هتعملي البصل هتعملي نفس الكلام في الطماطم، هتعملي نفس الكلام في البطاطس. لازم كلهم كده يكونوا نفس الحاجة، علشان ما يعني ياخدوا نفس السوا. ما تبقاش في حاجة متقطعة كبيرة وحاجة متقطعة صغيرة. فده يعني يبقوا مختلفين في السوا. لا، نحاول كده بعنينا نقطع الحاجة بحيث ان احنا ايه كلها تاخد كده ايه نفس السوا بتاعها وكده. قطعت كده البطاطس بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت عليها كمان يعني قلت اقطعها التقطيعه دي الاول، وبعد كده هوريكم انا هحط عليها ايه وهظبطها ازاي. وهقولك على كام تركايه كده هتودي طعم الخضار ده بجد بجد. لو الاطفال عندك ما بياكلوش اي خضار، بجد بجد هيدمنوه هيدمنوه هيدمنوه. زي ما انتم شايفين حطيت الفراخ كده على النار بالتتبيله بتاعتها، وزودتها شويه ميه، وهسلقها كده سلقه عاديه جدا جدا على النار بالتتبيله بتاعتها. بس بنزود شويه ميه يعني حلوين عشان نسوي الفراخ بتاعتنا. وتعملينا كده شوربه حلوه بالتتبيله باللي هي بالطماطم والبصل والثوم والبهارات اللي احنا حاطينها والكلام ده كله بجد. يعني هيطعم الفراخ، واحنا كمان عايزين شوربه علشان نسوي بيها الخضار المشكل اللي احنا هنرصه كده في الصينيه كده من تحت. بس حطيت كده البصل يا دوب كده البصل بس يغير لون. احنا مش عايزينه يحمر نهائي، يا دوب بس يغير لون في السمنة. وبعد كده نزلت عليه بالبطاطس اديته كده تشويحة. وبعد كده معايا فلفل اخضر وطماطم وقرن فلفل كده حامي عشان انا عايزاها سنة كده سبايسي شوية. ولعت كده النار بتاعتي عشان كده البوتاجاز بتاعي فصل. زي ما انتوا شايفين الفراخ عملت كده شوربة. شايفين الايدام بتاعها نطرته كده على الوش. عملت صوص كده تحفة بجد بجد، كان خطير. طبعا لو عندك عايزة تضيفي خضار انواع خضار تانية، يعني لو متوفر معاكي مثلا جزر او كوسة او اي بسلة مثلا، الخضار اللي انت بتحبيه ضيفيه. انا بصراحة ما كانش معايا يعني غير البطاطس كده والبصل والطماطم والفلفل. قلت يعني كفاية انا هعمل الخضار ده كفاية يعني وكده. بس وكل ده والفراخ بتاعتي عايشة حياتها كده على النار. طبعا انا مهدية عليها النار كده عشان انا عايزاها تعمل دسامة حلوة او شوربة حلوة كده، علشان عايزاها اخدها اطعم بيها الطاجن بتاعي ده. هتشوفوا برضو احنا لسه هندخلها الفرن كمان، وهنعمل لها كده تتبيلة حلوة. كملوا بس انتوا الفيديو للاخر وقولوا لي رأيكم في الاكلة الجميلة دي. تستاهل بجد. تقيموني فيها، يعني ناخد كم منها، يعني كم من 10 وكده. بس زي ما قلت لكم طبعا لو عندك ورق لورا حطي، عندك حبهان حطي في الشوربة. اي منكهات انت بتحبي تضيفيها
في الشوربة يعني ضيفيها، هتفرق جدا طبعا في تيست الشوربة وريحة الشوربة. عايزة اقولك اصلا مجرد ما تعمليها بالتتبيلة دي بتشمي ريحة كده جميلة جدا 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 للشوربة. بتكون عبارة هعيد لكم تاني يعني وهقول لكم انا عملت ايه. حطيت كده طماطم وبصل وفلفل اخضر وسنة كده من الثوم ومكعب من المرقة والسبع بهارات وبهارات فراخ وملح وكزبرة وكمون وسنة شطة صغيرة، ضربتهم كلهم كده في الخلاط. وبعد كده حطيتهم كده في الفراخ، سبتهم حوالي ساعة في الفراخ، زودت عليهم شوية مية حبة حلوين، وبعد كده ضفتهم في على يعني في حلة كده على النار ومهدية عليهم النار علشان يغلوا كده براحتهم. بس برضو الطاجن ده انا هضيف له بهارات، طبعا مكعب من المرقة وملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وسنة كده صغيرة من الشطة، او لو انت عايزاها سبايسي كتري يعني الشطة دي براحتك، والسبع بهارات. دول البهارات الاساسيين. لو انت بتحبي انت كحد يعني بيحب البهارات زيادة في الاكل براحتك خالص جدا، كتري يعني حطي البهارات اللي انت تحبيها. لا انت حابة تدوقي حاجة طعمها حلو وفي نفس الوقت تدوقي الحاجة نفسها، ما تدوقيش ما تحسيش نفسك بتاكلي بهار وبس، عشان في ناس بتحب تزود كده في البهارات كتير قوي، بتغطي خالص كده على طعم الاكل. لا انا في حاجات برضو بحب ازود لها البهار، وفي حاجات بصراحة بحب ان انا ادوقها كده بطعمها، يعني ادوق طعم البطاطس نفسه، طعم الطماطم او طعم الخضار اللي انا حطاه يكون هو اللي باين اكتر من البهار اللي انا حطاه. طبعا البهارات مهمة ما اقدرش انكر كده، يعني بتطعم برضو في الاكل، بس برضو باعتدال بتكون نسبتها افضل واحلى بكتير يعني وكده. بس دي البهارات اللي انا زي ما قلت لكم انا بستخدمها وضفتها، ما كترتش قوي ومحبتش ان انا افور كده في البهارات بتاعتي. طبعا الخضار حلو جدا الفترة دي، البطاطس حلوة وسعرها كويس والطماطم حلوة وسعرها كويس، كتري من الحاجات دي بجد. للاولاد حلوة جدا جدا جدا، ولو كمان الاولاد ما بيرضوش ياكلوا معاكي الخضار بجد بجد هياكلوا. جربي الطاجن ده بجد بجد هياكلوا. تقدري تعملي نفس الخطوات دي وتحطيهم في كيس حراري من البداية مع الفراخ وتسويهم كده مع نفسهم، وبعدين تفتحي تدي يعني لون للفراخ. تقدري تعملي زي ما انا بعمل برضو براحتك، الاتنين حلوين. انا خدت كام كده كبشة كده من الشوربة وههدي النار كده خالص عشان انا عايزة الخضار بتاعي ده يستوي، علشان انا مش هحط له اي صلصة ولا اي حاجة، فاحنا هنسويه من الشوربة او الخلطة اللي احنا عملناها للفراخ. زي ما انتوا شايفين اساسا شكل الشوربة بجد بجد تحفة، وكمان طعمها وريحتها بجد لو الكاميرا بتوصل الريحة كنت وصلتها لكم. بس هغطيها كده وههدي النار واسيبها كده تعيش حياتها لحد ما انا هجهز كده حبة صلصة جاهزة يعني من البرطمان، يعني هاخد لي كده ملعقة صلصة على شوية زيت او سمنة، وهحط عليهم فلفل اسود وسنة بهار فراخ بس، وهدهن بيهم كده وش الفراخ. طبعا انا حطيت الخضار كده كله من تحت الاول، بعد كده حطيت الفراخ كده من فوق ودهنتها بلون كده من فوق، وولعت عليها النار ودخلتها كده في الفرن تعيش كده حياتها لحد ما اعمل كده حبة رز كده حلوين. هنا بوريكم بعد ما طلعت بجد كانت تحفة وريحتها كانت قلبة البيت بجد، كانت خطيرة. جربوها بجد تحفة جدا جدا جدا. هتعجبكم بجد وخفيفة كده وحلوة. عملت الرز، انا بصراحة ما عملتش جنبها غير رز بشعرية، وعملت سلطة خضرة، وعملت سلطة طحينة. بس انا حسيتها ان هي مش محتاجة اكتر من كده، فما عملتش اي حاجة تاني. قطعت كده طماطم وخيار كده وحطيت عليهم كده سنة كده من الشبت والخل يعني سلطة كده حلوة. وبعد كده حطيت كده غرفت الرز بتاعي وغرفت كده الخضار بتاعي برضو في اطباق، وحطيت كده الفراخ برضو عليه.
بجد كان المنظر كده تحفة. كان نفسي جدا اصور لكم شكل السفرة عاملة ازاي، بس مع الاسف التليفون كان فصل شحن وما ما كملتش يعني باقي التصوير وكده، وانا كنت عايزة انجز، فما كانش في وقت ان انا اشحنه واكمل تصوير وكده. فاكتفيت بان انا وريتكم كده الحاجات دي. ويعني لحد ما عملت معاكم كده الرز وكنت كده خلصت كده معاكم الفيديو. طبعا انا بسقي الرز بتاعي عادي بميه وبملح، اوقات بضيف مرقه واوقات لا، علشان بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل المرقه علشان مش